أنا ست أرملة، اتجوزت شاب أصغر مني ب20 سنة من كتر اللي كنت بسمعه من ابني ومراته في أوضة النوم، واللي عملوا معايا ليلة الدخلة مفيش أي ست تقدر تتحمله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير. متيجم أحكي لكم حكايتي النهاردة، وإن عجبتكم ادعمونا بلايك واشتراك في القناة. صاحبة الحكاية النهاردة بتحكي وبتقول: أول ما اتجوزت جوزي ده قعدت 2 ما خلفش. كانوا قرايبي يقولوا له: اتجوز يا ابني، دي مش هتجيب لك عيال، طلقها واتجوز. وانا كنت بسمع الكلام ده كنت بموت في جلدي، لحد ما قعدنا 2 بعد الجواز ما خلفناش. طلبت منه قلت له طلقني واتجوز. قال لي: لا، انت كفايه عليا، انا بحبك، انا مش عايزه عيال الا منك انت وبس، باذن الله هخلف منك، انا مش مستعجل نخلف دلوقتي، نخلف فرحتنا وقت لما ربنا يريد بإذن الله. وقلت له: بس أهلك بيغصبوا عليك إن أنت تطلقني. قال لي: مالكيش دعوة، أنت حبيبتي ومراتي وأنا بحبك، مش عايز عيال. هو بصراحة قلت له: تعالى نروح للدكتور. رحنا للدكتور، والدكتور قال إن مفيش أي موانع عندكم، هي بس مسألة وقت. بس بصراحة في نفس الشهر ده طلعت تعبت ورحت كشفت لقيتني حامل. الحمد لله بقيت أسعد واحدة في الدنيا اللي أنا حامله وخلاص هخلف. أنا كان نفسي أخلف من زمان وأشيل ولادي وأعلمهم وأربيهم وأجوزهم، والحمد لله ربنا رزقني بولد وبنت توأم. بقيت فرحانة بيهم قوي قوي، وجوزي بقى فرحان بيهم قوي. ما أقولكوش أنا كنت بحبهم أكتر من جوزي نفسه. كان عندي ولادي دول فرحة حياتي ودنيتي، لحد ما في يوم كان ولادي عندهم 4 سنين، بدأ يشدوا حيلهم شوية. يعني جوزي تعب قوي فجأة كده وتوفى وسابني أنا شلت المسؤولية لوحدي. بصراحة ما حسيتش بقيمته إلا ما مات، وسابني لوحدي أنا والعيال. تعبت واتبهدلت، اشتغلت في البيوت خدام، واشتغلت كل حاجة علشان أربي ولادي وأعلمهم، علشان أشوفهم متعلمين ومتجوزين وأفرح بيهم. اتبهدلت والله، شلت المسؤولية من بدري. هو أنا كنت متدلعة وحلوة، كان جسمي حلو، كنت ماشية بدرندر. لما جوزي مات شلت الهم بدري ومبقتش أفكر في نفسي، كل تفكيري بقى في ولادي وبس، وازاي ان انا اربيهم واعلمهم. بنتي الله يصلح حالها جالها عريس، كافحت واشتغلت، جهزتها وجوزتها وفرحت بيها، وراحت بيت جوزها. كانوا ناس كويسين جدا ومحترمين وبيحبوها. وابني دخل الكلية، وبعد ما خلص كليته لقيته بيقول لي: انا عايزة اقولك على حاجة يا ماما. قلت له: قول يا ابني. قال لي: انا بحب زميلتي وعايز اروح اتقدم لها، بس هي في محافظة تانية. انا بقيت فرحانة ومبسوطة ان ابني بقى عريس وهيتجوز. رحت معاه، رحنا نخطبها، وبصراحة عجبتني قوي، بنت حلوة قوي كده وجميلة، ودخلت قلبي من اول مرة. اتفقنا على كل حاجة وقرينا الفاتحة، وانا في القعدة لسه قبل ما امشي اتفقت مع ابوها وامها: انا واحدة ما اتجوزتش بعد ما جوزي مات، فضلت بتربية ولادي، علشان كده انا عايزة اطلب منكم طلب، ان ابني يتجوز هو وبنتكم بيقعد معايا في الشقة. عايزة ونيس معايا في الشقة. بصراحة اهل العروسة ما منعوش خالص، وبقوا مرحبين وقالوا لي: هي بنتك زي بنتنا، واتفقنا وبقينا مبسوطين. وجوزت ابني وقعد معايا في الشقة. انا كنت ناسية نفسي خالص، مع اني تقدم لي عرسان كتير نفسي اتجوز، لاني بعد جوزي اتحرمت من حاجات كتيرة قوي. ما عدتش بلبس لبس زي الاول، اللبس الحلو ده، الالوان، كل لبسي حزين، وحياتي كلها سبتها لاولادي، وفنيت عمري كله وشبابي لاولادي في تربيتهم وجوازاتهم. جوزت ابني وقعد معايا في الشقة. كانت مرات ابني وابني في الأوضة عمالين يتدلعوا ويضحكوا ويهيصوا في الأوضة، ما هم عرسان بقى. أنا كنت دايما بسمع ابني ومراته هما بيضحكوا وبيلعبوا جوه في الأوضة، وبسمع أصوات غريبة قوي، كنت بقى أقعد بره في الصالة أسمعهم. كنت بتعب قوي من الكلام ده اللي بيقولوا، والضحك والدلع اللي كنت بسمعه. بقول: يا بختهم، ده أنا اتحرمت بدري من الحاجات دي.
اخو مرات ابني سمع هو راخر للكلام ده وجري ورايا المطبخ بيقول لي سمعت الدلع واللي بيعملوا لي عرسان؟ يا بختهم. قلت له ربنا يصلح حالهم، عرسان بقى وبيتدلعوا على بعض. اما قايل لي يا ريت احنا كمان نتدلع. قلت له انت قصدك ايه؟ قال لي والله ده انت جسمك حلو قوي، انا بصراحه اول ما شفتك حبيتك وحبيتك قوي، مع ان فرق السن بينا كبير، بس انا مش شايفه، انا شايفك اصغر مني ب20 سنه. ده انك داخله دماغي قوي من اول ما شفتك، بصراحه انا بحبك، ما كنتش راضي اقولك من زمان، قلت لازم امهدلك الاول واتكلم معاكي. انا عامل حجه الورق اللي انا جايه اخلصه هنا علشان اتكلم معاكي واتكلم مع صاحبي. انا عايزه اتجوزك. قلت له ازاي يا ابني؟ ده انت قد ابني في السن. قال لي لا، انا مش شايف فرق السن ده اللي انت شايفاه، انا مش شايفه، انا شايفك قد في السن، انت مش باين عليك السن، انت جسمك حلو وشكلك حلو يعجب اي حد. انا عايزه اتجوزك. انا هكلم صاحبي النهارده واعرفه وامهد له الكلام وافتحه وهتجوزك. انا بصراحه يا جماعه بقيت مكسوفه جدا من اللي هو بيقول، لاني انا اعتبر زي والدته، ازاي يقول لي كده؟ بس بصراحه اول ما عرض عليا الجواز لقيتني كده اتكسفت وحنيت للجواز تاني. وانا بصراحه كنت محتاجه قوي اني انا اتجوز، لاني من كتر اللي بسمعه من ابني ومراته في اوضه النوم وانا حنيت للجواز، مصدقت اللي هو طلب مني الجواز، وبصراحه وافقت وعرضت الموضوع على اولادي، على بنتي وابني. بصراحه ما رضيوش، بعرضوني ووقفوا قدامي، بس انا قلت لهم ان انا هتجوز واحمي نفسي من الغلط. يعني يرضيكم ان انا اقعد كده محرومه العمر كله؟ انا اتحرمت وربيتكم وكبرتكم وجوزتكم وانا عايشه لوحدي عايزه اتجوز. ولما اخو مرات ابني طلبني للجواز وهو اصغر مني ب20 سنه، بصراحه ما قدرتش ارفض وعافيت نفسي من الغلط واتجوزته وعشت معاه، مع ان ولادي كانوا معارضينه. بصراحه كان ليله الدخله رجعني 20 سنه ورا، واللي عملوا معايا مفيش اي ست تتحمله، وعشت معاه مبسوطه بصراحه، مع اني اكبر منه وهو قد ابني، بس بقيت مبسوطه قوي وحسيت ان انا رجعت شباب وفي عمري وانا لسه في العشرينات، وبقيت مبسوطه معاه وعايشه سعيده لدرجه اني انا ما بقيتش قادره اطلع من اوضه النوم او يسيبه يطلع يروح شغل. بقيت مبسوطه مع اني ولادي كانوا معارضين ومخاصميني، ما كانوش بيكلموني، بس بصراحه مع الوقت بدات اراضيهم واتكلم معاهم، هما لما لقوني مبسوطه وسعيده وفرحانه وطلعت من الحزن وعشت ايام وصحتي ردت، كلموا معايا ورجعوا يصالحوني، وعشت ايامي معاه مع اخو مرات ابني اللي هو اصغر مني، هو جوزي دلوقتي، واتجوزته وحماني من الغلط. وقلت لولادي يعني انا عملت حاجه غلط؟ اتجوز ولا امشي في الغلط وتعيش في العار طول عمركم؟ انا دلوقتي حميت نفسي من الغلط بالجواز. الجواز مش حرام ولا عيب، سيبوني اعيش ايامي وابقى مبسوطه. انت ما هتزعلوا لما اكون مبسوطه وفرحانه؟ بصراحه ولادي بعد ما كانوا مقاطعيني يجي سنه اتكلموا معايا وصالحوني، وخلاص الدنيا مشيت. انا جاي اعرض عليكم مشكلتي يا جماعه، عايزاكم تقولوا لي رايكم، انا كنت غلطت او عملت الصح؟ يا ريت تقولوا لي في الكومنتات. لو عجبتكم القصه النهارده ادعمونا بلايك واشتراك في القناه.